عاوزة بقى تعملي رز معمر زي الحلاوة والجمال اللي انت شايفاها قدامك دي. عايزة تسيحي سمنة علشان احنا داخلين على العيد الكبير. تعالى اقول لكم بقى، بصوا الرز المعمر بتاعي بحط عليه كده سمنة فلاحي وبيطلع طعمه في حتة تانية خالص. هو بصوا بسم الله ما شاء الله بيتكلم عن نفسه. لو عاوزين طريقتي في الرز المعمر هتلاقوها موجودة عندي على القناة في الفيديوهات المسبقة. بصوا بقى الجمال. هقول لكم بقى في الفيديو ده ازاي تقدري تفرقي ما بين السمنة الحلوة الأصلي ولا السمنة المغشوشة. هتعرفوا تريكات وتفاصيل تسييح الزبدة. كملوا الفيديو للآخر هتستفادوا. حطوا اللايك والشير لو لسه ما اشتركتوش في القناة. اتمنى ان انتوا تشتركوا ولايك وشير لو عجبكم. يلا نبدأ الفيديو علشان ما اطولش عليكم. ازيكم بقى حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى تسييح السمنة بتاعي مرمل ازاي وحلو ازاي. ما شاء الله، انا هخليكي استاذة في تسييح السمنة وازاي تطلعي المرطة بكل تفاصيلها وتطلع معاكي باللون الذهبي الحلو ده وطعمها يجنن وتحفة. ولو أول مرة تسيحي سمنة هتبقي شاطرة فيها جدا. بصوا بقى الجمال. ناكل كده لقمتين مرطة بعيش بلدي جميل. احنا طبعا اللي عاملينه. العيش احنا اللي عاملينه، اما السمنة مش احنا اللي عاملينها، انا بجيبها من حد موثوق منه جدا بيعمل سمنة في البيت. بيجيب قشطة بقري او قشطة جاموسي ويضربها على ايده لحد ما تتحول لكورة من السمنة. وتقدري تعملي كده في البيت عادي جدا. كل ما تجيبي لبن وتغليه تاخدي بقى الوش بتاعه وتحوشيه لحد ما تبقى معاكي كمية وتضربها كده كبيرة زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله دي سمنة نمرة واحد نمرة واحد نمرة واحد. قشطة ومضروبة سمنة. دي قشطة ومضروبة سمنة. بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال بتاعها. بصوا انا بعملها كده حتى بصوا مش بتمسك في ايدي. بصوا مش بتمسك. انا بوريكم قد ايه تعرفوا تفرقوا ما بين السمنة الحلوة والسمنة المغشوشة. السمنة المغشوشة هتلاقوها بتمسك في الايد وبتليط كده في الايد. اما بصوا السمنة دي ما شاء الله الله اكبر عليها. تحفة 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 ونضيفة جدا. ده اختبار للبنات اللي ما يعرفوش الفرق ما بين السمنة الحلوة والسمنة المغشوشة. بصوا بقى ما شاء الله. انا طبعا حطيتها في حلة تكون مناسبة يعني للكمية. انا كنت عاملة 2 كيلو، فالحلة دي كانت مناسبة جدا بحيث ان يبقى في مساحة لو غليت معايا ما تتكبش على البوتاجاز. فزي ما انتوا شايفين كده معلية بقى عليها النار لحد ما ساحت خالص خالص. وهفضل اقلب فيها لحد ما تبدأ تفصل. انا مش هسيب الزبدة بتاعتي خالص على النار. واول ما وطبعا تسيح دي زي ما تماما انتوا وتبدأ في عارفين الغليان زبدة زي ما بقري. انتوا انا شايفين بحب كده اعمل تفاصيل بهدي النار اكل للنص. العيد بالزبدة البقري مش بالجاموسي. الجاموسي بتبقى تقيلة قوي. وطبعا الاكل اللي احنا بنعمله للعيد بسم الله ما شاء الله. هنخش بقى معاكم في تفاصيل العيد كلها. ما شاء الله بتبقى أكلات كلها سمينة وتقيلة. فلما بنستخدم لها سمنة جاموسي الموضوع بيبقى أتقل وأسمن على المعدة. فبنحاول نخلي السمنة فلاحي برضو، بس البقري بتبقى لطيفة وخفيفة وبتبقى طعمها حلو قوي في الطبخ. وخصوصا الرقاق اللي باللحمة بقى المفرومة، فتتك، ملوخيتك، حاجات الكوارع بقى الكلام الحلو الجميل ده. الفتة بتاعت الكوارع، كل الحاجات الحلوة دي، لحمة الراس، كباب الحلة، الكفتة. ما شاء الله ما شاء الله. تفاصيل العيد الكبير كلها ياما وكتير. الكرشة بقى والممبار والحاجات الحلوة بقى بتاعتنا والكبدة. كل التفاصيل دي ما شاء الله بتحتاج سمنة هادية على المعدة. بصوا بقى كده. بعد ما السمنة بتاعتي بدأت تفصل، المرطة تبدأ تطلع كده من السمنة. حتى السمنة بدأت تبان ان هي يعني بدأت تبان من بعضها شوية بشوية. انا بصوا مهدية النار عليها. بصوا مهدية النار خالص كده. المرطة بقى بتاعتي بدأت تستوي اكتر وتطلع على وش السمنة. هفضل بقى بالراحة كده لم فيها لم فيها لحد ما تنزل. تلف وتنزل فين؟ في قعر الحلة من تحت. انا عاوزة السمنة بتاعتي من فوق تبقى صافية وما فيهاش اي نوع من انواع المرطة. ده البنات اللي لسه ما سيحوش سمنة ولسه متجوزين جداد وما يعرفوش السمنة بتتسيح ازاي. بجد الفيديو ده ليكم هتستفادوا. كملوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا تفاصيل تسييح السمنة.
يلا بقى حبايبي، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى ان انتوا تشتركوا ولايك وشير لو عجبكم الفيديو طبعا، وشير كتير لاصحابكم وحبايبكم اللي ما بيعرفوش يسيحوا السمنة. بصوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، كانت جايبة ريحتها، كانت قلبة الدنيا عندي في الشقة بجد. ريحتها كانت تحفة قوي، علشان زي ما انا قلت لكم الاختبار اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو، لما بتمسكي حتة الزبدة كده وبتمسكيها في ايديكي وبتلاقيها بتنزل كده من غير ما تمسك في الايد، تعرفي ان هي زبدة مضمونة 100%. مش بالطعم يا جماعة، الطعم لوحده مش كفاية، لان في ناس كتير بتحط اطعمة كده، يعني اطعمة سمنة، لكن هي اصلا بتبقى اصلا مضروبة. بصوا السمنة بتغلي ازاي، والريحة بتاعتها واللون بتاعها الصافي. بصوا ما شاء الله، انا كده خلاص بتبدأ تستوي خلاص معايا. اي بقى ريم اي حاجة على وش السمنة بنبدأ نشيلها كده بقى بمعلقة، معلقة اللي انت بتستخدميها، معلقة خشب، اي معلقة عندك. بتبدأي تشيلي بقى ايه الفقاعات البسيطة دي، عشان كده خلاص المرطة بتاعتي نزلت تحت، والرغاوي دي كلها كده هتبدأ تختفي معايا لحد ما توصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كده المرطة خلاص بدأت تنزل تحت، والرغاوي دي كلها هلمها بالمعلقة، لان دي كده كلها كده خلاص، دي مش كده، دي مش مرطة، دي رغاوي مكان الغلية. بصوا بتركن على جنب ازاي، والسمنة بتبقى من جوه من نص صافية، والرغاوي اللي انا بقول لكم عليها بتنزل على جنب، دي كلها لمها بالمعلقة. وبصوا بقى بعد ما لميتها بالمعلقة وسبت الحلة على البوتاجاز لحد ما بردت تماما، ما بحركهاش من مكانها خالص، علشان طبعا بعد الشر ما يحصلش حاجة، بفضل سايباها في مكانها لحد ما تبرد. وده شكلها بعد ما بردت. بصوا ما شاء الله، زبدة صافية ونقية جدا جدا جدا. تقدري بقى تحطيها بقى عندك في اي برطمان، في اي علبة، في اي حاجة في التلاجة، او تحطيها بره التلاجة كده معاكي تمام قوي. انا عندي بقى علبتين اتنين كده فاضيين، مغسولين طبعا، جايباهم نضاف عشان احطها في التلاجة، عشان الجو عندي بيبقى حر قوي، فبتبقى سايحة وانا مش عاوزاها سايحة، عشان احنا في حر. لو احنا في سقعة بحطها عادي على الرخامة، لكن عشان احنا في حر هحطها في التلاجة عشان ما تبقى سايحة معايا، لما اجي اخد بالمعلقة اخد المعلقة تبقى ايه جامدة معايا. بس انا طبعا هفضيها في العلب دي، وهسيبها كده لحد ما تجمد، وبعد كده تبرد برضو تماما، لان هي كانت دافية شوية، يعني كانت لسه برضو فيها سنة دفيان. فهسيبها بقى لحد ما تبرد خالص، وبعد كده هحطها في التلاجة. بصوا علب بقى محكمة ونظيفة خالص، ما شاء الله الاتنين كيلو عملوا لي علبتين اتنين زي ما انتوا شايفين بالجمال والحلاوة دي. هنيجي بقى للخطوة التانية، التكملة بتاعة تسييح السمنة. احنا طبعا سيحنا السمنة، بصوا المرطة بقى تحت اهي، المرطة تحت هنصفي منها كل السمنة اللي موجودة فيها زي ما انتوا شايفين، وهتفضل معايا المرطة. بصوا من حلاوة السمنة، الاتنين كيلو ما شاء الله عاملين لي طبق مرطة صغير. ده برضو دليل ان السمنة بتاعتي نظيفة جدا ونمرة واحد، عشان تبقوا واخدين بالكم برضو السمنة اللي بتطلع كمية مرطة كتير دي مش بتبقى سمنة بلدي نظيفة، لازم السمنة تطلع مرطة شوية صغيرين، والسمنة كمية السمنة اكتر. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، الاتنين كيلو مصفين حوالي معايا بتاع كيلو ونص من السمنة، ونص بس مرطة، نص بس مرطة وكيلو ونص سمنة. فدي طبعا حاجة تكون كويسة، لان السمنة بتاعتي نوعها نضيف. كده بقى معايا المرطة بتاعتي دقتها لقيتها ما فيهاش ملح خالص، فحطيت لها رشة ملح علشان انا عاوزاها مملحة. حاجة كمان، انا مش عاوزة اكل المرطة بيضة كده، انا عايزاها لونها الذهبي الجميل بتاعنا ده. فسبتها في الحلة ورجعتها تاني على النار علشان تاخد معايا اللون الذهبي الحلو الجميل اللي احنا بنحبه في طعم المرطة. فاديتها رشة ملح زي ما قلت لكم، عشان دقتها لقيتها مش مملحة. طبعا هما بيعملوا السمنة ما بتبقاش مملحة، بيسيبوها عدبة علشان الناس اللي ما بتحبش الملح. فانا بعد ما كده ما عايزه املح المرطه، فاديتها سنه ملح ورفعتها تاني على النار زي ما انتوا شايفين، على نار متوسطه، نار واطيه خالص يعني شمعة زي ما بيقولوا، لحد ما اخدت اللون ده. وبصوا بقى السمنه حطيتها على الرخامه يوم كامل، وصلت بصوا للقوام الحلو ده.
زي ما انتوا شايفين مرمله ازاي. انا كده لسه ما حطيتهاش في التلاجة يا جماعه. على فكره لو تاخدوا بالكم هي سايحه سنه. انا كده هي رملت معايا بس ما اتحطتش في التلاجة. بصوا مرمله وجميله ازاي. بسم الله ما شاء الله. تحفه جدا. يلا بقى. ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. عرفتوا بقى تسيح السمنه ازاي يا بنات؟ بصوا بقى تقدروا بقى بعد تحطوها على اي اكل انتوا عاوزينه. بصوا السمنه لونها ده لونها طبيعي والله من غير فلتر ولا اي حاجه. بصوا هوريكم كمان المرطه. ما شاء الله. بصوا المرطه بقى بعد ما انا زي ما قلت لكم اديتها اللون الذهبي الجميل. طعمها مش عاوزه اقول لكم بجد. السمنه الفلاحي لما بتكون على اصولها المرطة بتبقى طعمها وهمي. بجد وهمي. ولا تقوليلي تركي ولا تقوليلي اي نوع جبنة انا بحبها. بجد المرطة اللي طالعة من السمنة الفلاحي بتبقى طعمها في حتة تانية خالص. قولولي بقى سيحتوا سمنة العيد ولا لأ؟ فيديو جديد من مطبخ ياسمين. هستنى رأيكم في التعليقات. السلام عليكم.